يا صباح الخير عليكم، وحشتوني جدا 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 جدا. تعالوا النهارده اقول لكم مع جروب الحب اتجمعنا رحنا فين وقدرنا ان احنا نشوف المناظر الطبيعيه والجمال ده كله فين. احنا النهارده في السخنه مع جروب الحب اتجمعنا، وفعلا الجروب ده دلعنا جدا. اول حاجه بقى كده اخدنا شنطتنا بتاعه السفر ورحنا مكان التجمع اللي هو عند محطه ترام محفوظ. ودلوقتي بدأنا ان احنا نتحرك بالاتوبيس وطلعنا من اسكندريه ورحنا مزارع دينا. كده كده اول رحله بقى ايه. وده كان اول ريست. تمام اوكي، نزلنا في مزارع دينا. دخلنا مزارع دينا، بصراحة حاجة تحفة جدا، وقعدنا نفطر على الترابيزات. ممكن تقعدوا في اي حتة براحتكم من غير ما تدفعوا اي حاجة خالص، وتاخدوا كده الفطار بتاعكم. وطبعا المناظر هناك جميلة جدا، وفي ماركت كمان تقدروا تشتروا بقى كل حاجة من هناك. يعني مزارع دينا طبعا مشهورة باللبن وباللحوم بالذات. طبعا يعني احنا عشان كنا لسه رايحين مش راجعين طبعا اسكندرية، فما قدرناش ان احنا ناخد حاجة معانا، لان طبعا هتبقى شيلة معانا جامدة. بس بصراحة مزارع دينا مشهورة قوي باللحوم، وفعلا اسعارها كويسة جدا في اللحوم. لكن بقية الحاجات حاسة ان هم مقفرين شوية في الاسعار. انا حبيت ان انا اصور لكم المنتجات اللي موجودة، يمكن تكونوا سافرتوا ونسيتوا حاجة فتاخدوها معاكم وانتم مسافرين. كده يعني. ففي دواجن كمان حسيت ان اسعارها عالية سيكا، بس اللحوم بصراحة هي اللي كان شكلها حلو جدا واسعارها مناسبة. انا شايفة ان الاسعار دي حلوة قوي. يعني في رينج ال 400 450 430 400 380 كده يعني. في طبعا بقى فاكهة، اللي حابب بقى ياخد معاه فاكهة بقى قبل ما نطلع السخنة كده ياخد معاه. واللبن طبعا بتاع مزارع دينا مشهورة بيه جدا، تقدروا تاخدوا برضو لبن. احنا اشترينا كام حاجة كده فاكهة وعلى لبن وحاجات كده واخدناها معانا. وفي كيدز اريا طبعا الاطفال ممكن ايه تستمتع بيها. دلوقتي بقى بدأنا ان احنا نتحرك بقى على السخنة، وعدينا على 3 بوابات ما شاء الله. بوابة القاهرة للسخنة، وكذا بوابة تانية، وبوابة السخنة اللي بتتجدد. وبعد كده دخلنا بقى ايه للفندق. وصلنا فندق كريستال بيتش. بصراحة ناس هناك محترمة جدا، اخدوا الشنط من الباص ودخلنا الفندق. فندق بصراحة محترم جدا، وكمية الهدوء اللي هناك فظيعة. عاوزة اقول لكم ان احنا فعلا ما اخدناش نص ساعة وكان كله اتسكن في الغرف بتاعته، والشنط طلعت لغاية فوق. دلوقتي احنا دخلنا الغرفة بتاعتي، كانت غرفة ثنائي انا وماما اللي كنا مسافرين. الغرفة عبارة عن استوديو كده، الفيو بتاعها فيو باك يعني. بحر يعني جانبي كده وجبال. انا بصراحة ما بيفرقش معايا الفيو، لان انا كده كده اوريدي نازلة البحر. وفي تويليت برضو نضيف. اهم حاجة بالنسبة لي هي نظافة الفندق، دي اهم حاجة. وفي ميكرويف وفي تلاجة وفي كاتل. فبصراحة كانوا موفرين معايا حاجات كتير، بس ما فيش بوتاجاز، وطبعا ده مش حاجة يعني ايه محتاجينها قوي. وهنا كاتبين كل الحاجات اللي انتوا بتستلموها في الشاليه عشان وانتوا ماشيين تسلموها. خير على عيون الكل. تعالوا النهارده ناخد تريك كده في الفندق. زي ما انتم شايفين هدوء رائع جدا. انا هنا في 32. اوكي، بصوا الفندق عامل ازاي بجد. حاجه هاديه جدا جدا. في هناك ماركت. تمام. في مسجد. في مكان للبلاي ستيشن وبلياردو وبينج بونج وحاجات بقى ايه لطيفة كده. وده كده المدخل بتاع الفندق. زي ما انتم شايفين مكان هادي جدا. اوريكم الفيو بتاع الشاليه الرباعي ده كده. فيو الشاليه الرباعي. طبعا انا معرفتش ان انا اصور لكم الغرف وكده، بس عشان طبعا الشاليه ساكن. والشاليهات الثلاثي بقى تحت. يعني كل دي كده شاليهات ثلاثي ل3 افراد. تعالوا بقى ننزل نشوف البحر ونشوف البول بقى على ارض الواقع بقى. اخدنا الاسانسير. هو الفندق عبارة عن دورين، وفي الدور التالت روف، بس ده ليه اسانسير تاني لوحده. دلوقتي نزلنا للريسبشن. بصراحة يعني المكان شايفين ما شاء الله فاضي. هو فاضي عشان احنا في اخر السيزون. تمام. بس دي ميزة جدا، اي حد عايز يستجم يروح في الوقت ده. بصراحة الوقت ده تحفة جدا في الاستجمام والهدوء. دلوقتي احنا نزلنا، وده كده البول والشاليهات الثلاثي طبعا. فيو بول وفيو بحر طبعا. ننزل بقى نشوف البحر وجمال اللون وكمية الروقان بجد اللي موجودة هناك. بصراحة هسيبكم بقى مع صوت البحر دلوقتي. هيشتغل حاجة كده قمة الانتعاش بصراحة يعني. ومية البحر عايزة اقولكم ان هي نظيفة جدا 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 يعني. البحر الاحمر طبعا معروف، واللون الازرق بتاعه حاجة كده جميلة قوي.
زي ما انتم شايفين كده. وزي ما شفتوا الفندق بالنهار، لازم اوريكم الفندق بالليل برضو. احنا كنا مجموعة كده كلها مع بعضها، بصراحة مجموعة لذيذة جدا وجروب تحفة بجد، ان انا بطلع كل مرة استمتع. دي حاجة يعني مش بلاقيها مع اي حد بصراحة غير مع جروب الحب اتجمعنا، والناس الجميلة اللي احنا بنقابلها كل مرة. كلنا كده بقى مع بعض بنعمل اجواء كده لطيفة، وساعات بيبقى فيه حفلات، بس ما كانش فيه حفلات في الوقت ده لان انا قلت لكم ان احنا في اخر السيزون. وزي ما انا قلت لكم كده احنا في فندق كريستال بيتش، ومعانا ميسي صباح. صباح خير، عامله ايه؟ صباح الفل حبيبتي، ممكن تشرحي لنا بقى البروجرام بتاع رحله العين السخنه عامله ازاي؟ احنا هنا بنيجي بكريستال بيتش، هو الفندق تبع القوات المسلحة، بس يعني لطيف زي ما انت شايفة اعتقد. جميل جدا. خاص له حمام سباحة. الغرف عبارة مش غرف شاليهات، رباعي، ومش معنى ذلك الأربع، يعني غرفتين، كل غرفة لها حمام خاص بيها، وثلاثي تحت. شاليهات كبيرة فيها ريسبشن ومطبخ وسفرة وكل حاجة متوفرة لنا. يا صحيح من غير أكل، بس هنا بما إن تبع الشركات المسلحة، المطعم هنا سعره جميل جدا، وأسعار السمك بقى بيجي لنا من السويس، وفي سوبر ماركت بأسعار عالية جدا. فإحنا بنيجي هنا بنتمتع بأكلنا، ممكن ناخد وجبات سمك هنا. الأجمل بقى إحنا بنقضي 3 ليالي في الجمال ده، وبالليل بقى بنعمل حفلة سمر. إحنا بقى طبعا زي انت عرفت امبارح. ايوه جميلة جدا ان شاء الله النهارده. الاجمل بقى هي رحلتين في رحله، بمعنى اليوم الاخير واحنا مروحين احنا بنسلم الغرف الساعه 11، فليه نرجع اسكندريه بدري؟ فبنروح طالعين على البورتو سخنه وناخد التلفريك. وطبعا معروف ان في مصر غالبا ما فيش تلفريك الا هنا في البورتو او في الجلاله. واحنا رايحين بقى في شكل السمك، نطلب السمك السويسي الجميل، وجبتنا الاوردر بتاعنا، نطلع تلفريك نتمتع بقى وكأننا في لبنان، فوق المنظر خرافة. الرحلة دي لوحدها هي اختياري بس جميلة جدا، عشان كده بلضمها في رحلة العين السخنة، يا كأنهم رحلتين في الرحلة. لما بننزل بقى وناكل السمك ونهايص وقضينا رحلة تانية ونتكل على اسكندرية، بتبقى تحفة. لا هي جميلة جدا بصراحة، والشاليهات نظيفة قوي قوي قوي، ومتوفر فيها كل حاجة، والريستورانت هنا تحفة جدا. وفي هنا سوبر ماركت برضو دخلته، اسعاره حلوه جدا، حتى انا وصورت المنتجات اللي موجوده فيه عشان الناس تبقى عارفه بعد كده يعني وهي طالعه. بصراحه يعني المكان لطيف والرحله جميله جدا. انا بعمل هنا في السنه يمكن 3-4 افواج. لا هي بصراحه حلوه قوي، والجو لطيف يعني، الجو لذيذ قوي. هنا وبننزل الماء. لا البحر حلو قوي قوي ما شاء الله، جميل جدا. ان شاء الله المرات الجايه ان شاء الله باذن الله. حبيبتي انا اكتر. باي باي. زي ما ميس الصباح قالت كده، احنا دلوقتي في اخر يوم طلعنا بقى على اكشاك السمك اللي هي في طريق بورتو السخنة. كل واحد بقى نقى السمك اللي هو عايزه بالعدد اللي هو عايزه ووزنه وحاسب عليه. بصراحة الاسعار ما كانتش عالية خالص، يعني انا شايفة ان الاسعار دي مناسبة جدا بالنسبة ان احنا هنا في اسكندرية احنا بيضحك علينا بجد. وطعم السمك جميل جدا، وبصراحة الناس هناك اخلاق، ان هم بصراحة يعني كان عليهم ضغط جامد مرة واحدة، بس اتعاملوا معانا بصراحة بلطف جدا، وطعم السمك كان كويس قوي قوي قوي. فبصراحة هي فكرة جميلة ان احنا بننقي السمك براحتنا، وشايفين الجمبري ما شاء الله جامبو جدا، والاسعار حلوة، يعني اسعار 600 و550 و500. لا الاسعار حلوة يعني، ده بالنسبة للجمبري، والباربون كان ب250، فالاسعار بصراحة لطيفة جدا. دلوقتي احنا وصلنا بقى البورتو السخنة، وصلنا للترفليك. نبدأ بقى ان احنا ندخل ونشوف هناك. في طبعا تويلت فيه بقى، يعني طبعا عشان احنا في وقت بيننا وبين الترفليك برضو مسافة بينها وبين الفندق، وفي هناك مسجد برضو صلينا، وبدأنا ان احنا ندخل. اخدنا كروت كده ودخلنا، رحنا بقى اتصورنا شوطين 3 كده عند الترفليك. طبعا بقى المناظر فوق ما اقولكمش تحفة، حاجة كده بصراحة خيال. اللي يفوتوا رحلة الترفليك لما يروح السخنة يبقى هو يعتبر ما راحش السخنة، يعني ما تروحوش وما يعني من غير ما تركبوا ترفليك بجد. ميس صباح كان عندها حق قوي ان هي تصر ان احنا نروح هناك. مناظر والجبال والبحر حاجة كده يعني وهم بجد، انا ما شفتش بصراحة مناظر جميلة كده قبل كده. وترفليك فعلا رحلة ممتعة، اخدنا حوالي 10 دقايق كده لغاية ما نطلع فوق. فوق بقى في فندق، وفي كمان مطعم، وفي حاجات كتير قوي فوق، وفي كافيه تقدروا تطلعوا بقى تشربوا القهوة بتاعتكم. احنا بناخد حوالي 10 دقايق في الطلوع بترفليك و10 دقايق في النزول. وطبعا بقى ما اقولكمش بقى على شوية الصور والفيديوهات اللي انتوا هتاخدوها بقى هناك، حاجة كده جميلة جدا جدا. وبصراحة الرحلة
انا بصراحة استمتعت جدا بالثلاث ليالي اللي انا قضيتهم في الفندق، وكمان باليوم الرابع اللي احنا طلعنا فيه ترفليك وشفت المناظر الجميلة دي، وصورت بصراحة شوية تصوير حلو قوي. وهناك بقى في حلقة السمك، بس اسعار هناك المطعم ده زيادة 26% عن الاكشاك اللي احنا كنا فيه. هو بصراحة يستحق انكم تقعدوا قدام الفيو ده وتاكلوا، فهو يستحق الزيادة دي. بس بصراحة اكشاك السمك برضو ما اثرتش معانا، وكانت اوفر بكتير، وبرضو اكلنا اكل تحفة جدا. وزي ما انا قلت لكم كده، الرحلة كانت ممتعة، والرحلة مش مكلفة قوي. يعني الفرد كان ب2000 جنيه مع ميس الصباح. يعني عايزة اقول لكم ان تطلعوا السخنة الفرد ب2000 جنيه ده ولا اي حاجة. الاسعار انا بصيت على الاسعار ولفيت وشفت الاسعار هناك عالية قوي قوي قوي، فانكم تطلعوا ب2000 جنيه للفرد وتشوفوا الجمال ده كله، فده ولا اي حاجة بجد. ترفليك بس احنا دفعنا 235 جنيه بالظبط للفرد عشان نطلع بس رحلة ترفليك. ده التيكت المعروف ان احنا بندفعه للترفليك كده كده اوريدي. فاحنا كده الرحلة واقفة علينا للفرد 2235 جنيه، ده كده من غير الاكل. اوكي، فاللي عايز ياخد الاكل معاه وهو مسافر ياخده، اللي عايز يطلب من مطعم الفندق هناك الاكل بتاعهم لطيف جدا. ففي جميع الأحوال احنا بصراحة استمتعنا. يعني سيبوكوا بقى من الأكل والحاجات دي خالص، لأ يعني هناك مناظر تحفة جدا، والحاجات دي جميلة، وأجواء حلوة، ومع ناس جميلة، واستمتاع وكل حاجة. بصراحة أنا رحت يعني اتبسطت. يعني مش أي حاجة بروح أقول عليها إن أنا اتبسطت غير فعلا وأنا مبسوطة. كده احنا خلصنا رحلة الترفليك ونزلنا بقى على كشاك السمك عشان ناكل، بعد كده رجعنا اسكندرية.